انا النهارده جاي اوصل رساله للفار اللي كل الشنطه، وبقول لك هنيئا لك لو شفت الحكايه. باختصار ان انا كان معايا رغيف، قلت احطه في الشنطه علشان الفار اللي ساكن معايا ما ياكلوش، على اساس ان انا بحمي الرغيف من الفار. وبدل ما الفار يفتح السوسته وياخد الرغيف، بص عمل ايه. بص، ما عندك سوسته يا ابو عم، يا عم عندك سوسته هنا، ارحمنا يا ابو سي. طب انا دلوقتي يعني انت عشان رغيف بجنيه تبقى الشنطه ب 250 جنيه مفتري؟ حرام ولا حلال؟ حرام ولا حلال؟ ده انا لو مسكتك يا لهوي. بص والله لمسح بيك السكن، والله لمسح بيك السكن. ايه ده؟ ايه ده؟ كل ده عشان رغيف بجنيه يا مفتري؟ يا عم لو انت جعان وما لقيتش حاجه، كل دراعي، كل احشائي، بص كل دماغي، لكن تاكل الشنطه ليه؟ ما عنديش غيرها وكتاب الله يا جدعان. ياكل الشنطه ليه؟ ولما نيجي نحط له سم في الاكل يقول لك ايه؟ حقوق الحيوان. فين حقوق الانسان؟ فين حقوق الانسان؟